ما تيجي كده نعرف ايه هي جريمة التشهير وعقوبتها في القانون المصري. هنعرفها كده بكل بساطة خالص. اولا عقوبة التشهير هي بتبقى الحبس اللي بيوصل ل3 سنين والغرامة اللي بتوصل ل20,000 جنيه او احد هاتين العقوبتين. يعني هتاكل عيش وحلاوة. وتعرفها كده بكل بساطة أن يقوم المتهم بإسناد وقائع تحد من شرفه واعتباره، وإن صحت تستوجب عقاب المجني عليه. ولكن يجب على المتهم أن يقوم بالنشر بنفسه، سواء على فيديو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بوست، أو حتى النشر في جريدة. ويجب أن يقوم بتحديد المجني عليه تحديدا نافيا للجهالة. يعني عشان اشتم المهندس سيد او اشهر بيه على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينفعش اقول المهندس سيد نصاب واسكت. كده في 50,000 مهندس سيد في البلد. ولكن يجب ان احدده تحديدا نافيا للجهالة. اقول المهندس سيد محمود ابراهيم مثلا. طب لو انا قلت المهندس سيد نصاب اوعوا تتعاملوا معاه، وجي واحد اسمه المهندس سيد محمود ابراهيم راح عمل بلاغ عند النائب العام فيا ان انا بشهر بيه، هل كده معناه تشهير؟ لا، كده معناه ان المهندس سيد نصاب، لان هو كده اخذ الكلام على نفسه وهو اضرب نفسه، والكلام عامل زي ما يكون راح لصاحبه، فهو